هتلعب ب3 مدافعين ولا 4 مدافعين ولا 5؟ ومين المدافعين اللي المفروض تشتريهم خصوصا مع الجوله الاولى؟ اول حاجه المدافعين لازم نعرف ان هم الفئه السعريه بتاعتهم من اول 4 لحد 8. تعال نبدا باول حاجه ب4، فيها كام اختيار كده صغير. فيها بالدوك من شيفيلد يونايتد، ده لو عايز تضمن ان واحد بيلعب وبيهاجم فهو هيكون اختيار كويس. فيها بيل من لوتون، لو عايز تضمن ان اللاعب عندك هيلعب 90 دقيقه. وعندك اختيار تاني هو طارق لامتي في برايتون. طارق لامتي لعيب كويس جدا، كان بيلعب من تشيلسي وراح اعاره برايتون، بعد كده اشتروه. لعيب كويس جدا وبيهاجم، لكن عنده مشكله وحيده ان هو بيتصاب كتير قوي في الخلفيه، كل كام ماتش يخرج للاصابه، لكن غير كده هو لعيب كويس. في لعيب تاني نحط عليه عين وهو جوستو هو باك اليمين بتاع تشيلسي الجديد، البديل لجيمس. وده قلنا بديل لجيمس معروف ان هو بيتصاب كتير، وممكن تيجي على اول ماتش اللي قدام ليفربول ده تلاقيه اتصاب اصلا وخرج. جوستو لعيب كويس جاي من اولمبيكيون، وهو البديل الوحيد لجيمس في تشيلسي وب4. فوانس ان جيمس اتصاب ممكن هتلاقي جوستو هيلعب اساسي. فجوستو لعيب ممكن بالسعر الفئه السعريه ال4 الفئه القليله دي ممكن تجيبه وتخليه عندك دكه لحد ما تشوف تشيلسي وضعها ايه او جيمس خاصه وضعه ايه. ففي الفئه ال4 انا شايف ان انسب واحد ممكن تجيبه وتحطه دكه هو جوستو. نروح لفئه 4.5. نبدا باول حاجه بوتمان، في لاعب في نيوكاسل. زي ما احنا قلنا ان الموسم اللي فات كان اقوى 4 فرق دفاعيا كانوا السيتي، نيوكاسل، ارسنال، برايتون. فهو لاعب اساسي في منظومه نيوكاسل الدفاعيه القويه، بيلعب باك يمين واحيانا قلب دفاع. لعيب طويل بيطلع مع الكورنرات ومع الاوفرات، فممكن يجيب اجوان وممكن يضمن كلين شيت. فبوتمان لاعب كويس وموجود اوريدي في تشكيلتي. نروح لتاني واحد وهو كولويل، وهو المدافع الشاب بتاع تشيلسي اللي كان فيه فرق كتير قوي بتتخانق عليه من ضمنها بايرن وليفربول، لكن هو من يومين بالظبط جدد مع تشيلسي. هيلعب اساسي جنب سيلفا بعد اصابه فوفانا وبعد ما كولوبالي مشي، فهو لعيب ضامن اساسي في منظومه تشيلسي و4.5. فانا شايف ان هو هيبقى اختيار كويس برده في المنظومه. نروح للثالث واحد هو مينجز من استون فيلا. ناس كتير قوي شارينه. مينجز لاعب كويس في منظومه بتاعت اميري في استون فيلا، منظومه كويسه، اخذت خطوات حلوه الموسم اللي فات وطلعت في الترتيب، عملت في الاخر كلين شيت كتير. فمينجز لاعب كويس وبيطلع اوريدي بيجيب اجوان احيانا في الكورنرات، فهو برده لاعب ممكن تعتمد عليه في فئه ال4.5. فانا شايف ان افضل واحد في 4.5 هو بوتمان من نيوكاسل. روح في فئه 5، واول واحد لازم يكون عندك اساسي هو استوبنيان مدافع برايتون. 50% من فانتزي عندهم. انا بالنسبه لي برايتون عباره عن استوبنيان والباقي هجوم. لاعب كويس جدا، لاعب بيهاجم، عمل كلين شيت الفتره اللي فاتت كتيره الموسم اللي فات، لاعب قوي جدا. ديزيربي بيضغط جامد قوي بالفريق اللي قدام، فبالتالي الفرق اصلا ما بتضغطش عليهم، فبيحاول يضمن على قد ما يقدر كلين شيت او بيلعب بطريقه جوارديولا. فعشان كده استوبيان لاعب لازم يكون عندك في التشكيله، لاعب بيهاجم وسعره رخيص برضو، فده اساسي لازم يكون عندك في التشكيله، موجود في 50% من تشكيله لعيبه الفانتسي. الفئه السعريه اللي ب5 عندك زينكو لاعب في ارسنال، زي ما انت شفتوا عاملين ايه الموسم اللي فات، كان واحد من احسن اللعيبه اللي كانت في ارسنال. لاعب بيهاجم، بيرفع اوفرات، بيشوط من بعيد، على طول طاير على الخط، فده برضو اختيار كويس جدا ونسبه استحواذه كبيره قوي في الفانتسي. اللاعب الاخير هو بيدرو بورو مدافع توتنهام الجديد. احنا لسه مش عارفين توتنهام هتلعب ازاي مع المدرب الجديد، لكن ده ممكن يكون لاعب عندك دكه لو هو يعتمد جامد على الهجوم زي ما احنا بنشوف طريقه لعبه في الفتره التحضيريه، فممكن تلاقي اللعيب ده طاير جدا وعلى طول على الخط بيهاجم وبيرفع اوفرات، فممكن يضمن لك اسيستات. انا شايف ان افضل واحد في فئه 5 هو استوباميان. 5.5 عندك 2 بس، عندك جيمس وتشيلويل. لاعب دول لازم يكون عندك واحد فيهم في الفانتزي لو ما اتصابوش. هما اللعيبه دي رجعت من اصابه في بدايه الموسم، كانوا بيصابوا كتير قوي الموسمين اللي فاتوا، فخلينا نشوف هيحصل ايه. جيمس المفروض ان هو اتعالج وعمل العمليه، هنشوف تشيلويل هيعمل ايه. لو اللاعبين دول في حد فيهم ما اتصابش اشتري واحد منهم لازم. 6 عندك لاعبين، عندك فان دايك وكانسيلو خلاص ماشي من مانشستر سيتي مش هيكمل، وفان دايك مش لعيب فانتزي قوي يعني، هو لعيب بس بيطلع مع الكورنرات والفاولات لكن اهدافه مش كتيره. احيانا بيدي اسيست من بعيد لمحمد صلاح لكن برضه مش مضمونه، فممكن لو ليفربول اداء اتحسن دفاعيا ممكن تجيبه عشان تعتمد منه على الكلين شيت، بس بلاش عشان اول ماتش اصلا في الدوري هيلعبوا تشيلسي، ماتش مش عارفين مين ممكن يكسب فيهم لان احنا لسه الفريقين ما اختبروش وده اول ماتش في الدوري. بقيت 6 اصلا ما تجيبش يعني ولا فان دايك ولا كانسيلو. 6.5 عندك تريبيه هو اكتر لاعب جاب نقط الموسم اللي فات للمدافعين، لكن عنده مشكله ان هو بيتصاب كتير ولاعيب سنه كبير مش صغير، لكن هو اللاعب ده لو في اداؤه كويس لازم تجيبه. لاعب بيجيب نقط بالهبل، بيضمن كلين شيت وبيجيب اسيستات وبيشوط فاولات وبيجيب بونص وكل حاجه، فلازم يكون عندك تريبيه. هنشوف بس الاول هيعمل ايه في الاصابات، لو ما اتصابش لازم تجيبه. واخيرا مدافع الاغرى وهو ارنولد لاعب برضه لازم تجيبه، لان هو ارنولد نازل في الفانتزي في خط الدفاع، لكن هو دلوقتي مع الكلوب بقى يلعب في نص الملعب. ارنولد كان ميزته ان هو على الخط بيدي اوفرات كتير، لكن هو دلوقتي طلع خطوه قدام، بدل ما يكون مدافع بقى في نص الملعب. ارنولد بيشوط من بره المنطقه،
بيشوط فاولات، بيرفع الكورنرات، بيرفع اوفرات في وسط الملعب. مع الخطه الجديده دي لو اتوظف صح ارنولد هيجيب اسيستات بالهبل، فلازم برضو ارنولد يكون موجود في التشكيله. مدافعين السيتي مش شرط تعتمد عليهم قوي في الفانتزي، لان هو الفكره ان هو دلوقتي جوارديولا بقى يعتمد المدافعين كلهم قلوب دفاع، ما بقاش عنده اظهره. ووكر غالبا ماشي، وكانسيلو برضو كده كده هيمشي، فهو عنده اكانجي، اكي، دياز، جون ستونز، وجفارديول اللاعب الجديد. اللعبه دي كلها ممكن تضمن لك كلين شيت وممكن يطلعوا مع الكورنرات، لكن مفيش حد اظهره بيجروا على الخط ويرفعوا اوفرات زي ما كنا بنشوف مثلا مع كانسيلو. كانسيلو كان بيضمن كلين شيت ويجري قدام بيرفع اوفرات هو ووكر، فكان بيجيبوا نقط كتير. لكن اللعبه دي كلها يعتبر قلوب دفاع، فهتعتمد عليهم في حاجتين لو هتجيب منهم، هيضمن ان هم كلين شيت او يطلعوا مع الكورنرات. بس هم مش افضل اختيار، لكن ممكن تجيب لاعب منهم وهنشوف. طبعا مين اللي هيكون متالق الموسم اللي جاي؟ اعتقد جوفارديول بنسبه كبيره قوي هيلعب كل ماتش اساسي مع دياز. جوفارديول هو اغنى مدافع في التاريخ كصفقه يعني، فلازم يلعب مع دياز. لكن برضو انا ما بحبش صراحه اشتري لعيبه كتير من عند جوارديولا، عشان جوارديولا احيانا ممكن تلاقي فجاه دياز وجوفارديول اصلا على الدكه وبيلعب باكانجي مثلا وزون ستونز واكي. لكن هو غالبا في واحد فيهم هيبدا فيهم دايما اساسي الا لما كانش الاثنين. وبس كده.